باش ما يصرالكش هكذا وشعرك يتقطع ويولي الاستيكي ويروح من الصبغه تولي تبكي عليه، اروح نمدلك نصائح ذهبيه كيفاش تحافظي على شعرك بعد الصبغه. اهم حاجه في الشعر بعد الصبغه هي الاطراف لازم نتهلاو فيها كشغل عندنا بيبي شدين. اهم حاجه في ليماج ولا بالياج ولا الصبغات طريقه تطبيق الشامبو للشعر. عمرك ما تغسلي شعرك كشغل راكي حلفافه، دايما نفركوا لاغاسين تاعنا بهدوء وبرفق وبحنيه. من بعد بقايا الشامبو هبطوها الاطراف غير بالعقل، قلت لكم الاطراف يكونوا بزاف سنسيبل. هذا الشامبو والابخي شامبو تاع ليزاس والله ما نستغنى عليهم في صالوني. ربوهم البنات تلقاهم كامل في لي كوسميتيك. ضروري نطبقوا الابخي شامبو في الاطراف، نعمروه ما نشحوش عليه باش ما يصرالناش هكذا يولي شعرنا ما يتقطعش. دائما الاطراف نحافظوا عليها حتى لو كنحبوا نعاودوا الصبغه ولا ليماش ولا يكون شعرنا صحي من جذور الاطراف. وهذا الماسك يا البنات بزاف هايل، حافظ لكم على الصبغه اطول فتره ممكن. من الاحسن كي تصبغوا شعركم لا ديروا ليماش، ما ديروش الرغوه دايما، يعني ديروا الماسك هذاك هو اللي دايما نغسلوا شعرنا كل 3 ايام ولا. هذا الماسك طبقوا على كامل شعركم وخلوه وما كشلوه. وعلى بالنا بعد الصبغات يولي شعرنا ناشف وما يتسلكش بالخف، يولي متشابك ويتقطع. انا راني نستعمل هذا البروتيكتور تشالور تاع ليزاس بزاف هايل، فيه عده استعمالات، يفك التشابك، يحمي لك شعرك من الحراره، يعني راح يعاونك كامل وما يخليش شعرك متضرر. تبعوا هذه الطرق ورجعوا لي